دينا الطياره وصلنا للسعوديه مع 12 دولار بنهار الاثنين، لا الصباح. فاش وصلنا المهم خارجين من المطار بحال الناس غاديين تابعين الناس اللي غادي يخرجوا شي شويه وما واش عاطينا مواصفات ولا الله اعلم، ما يهبطونا لواحد البلاصه بحال الحبس في المطار، يعني ماشي خرجونا بحال عباد الله من الباب، هبطونا هابطين بحال الحبس كيحلوا في البيبان والسوارت. كنهبطوا كنلقاو واحد البيت كبير فيه بحال الناموسيات ديال الحبس وفي الفلبينيات وداك الشيء. صافي بقينا كنتسناو كنهضروا معاهم ما كيفهموناش اش كنقولوا، حنا ما كنفهموش اش كيقولوا. قلت لها عافاك بغيت التليفون، قالت لي نو تليفون. صافي بقينا باركين، صافي دمرنا منين شفنا داك الشيء. الوحده الجوج ثلاثة ونص عادوا ما يعيطوا لينا، قالوا لنا جيو راه الكفيل ديالكم جا باش غيجي يديكم. جا لقانا غنتسطاو بالبكا، يعني ما توقعناش حنا غنستقبلوا داك الاستقبال بحال هكاك المهم تهانينا ديال بصح. صافي عاد ركبنا في الطوموبيل قلنا واش تاكلوا شي حاجه، قلت لي انا بغيت والو، بغيت غنمشي وبغيت نعيط لماما لان ماما عارفاني غنوصل مع 12 وما عندنا لا فين نهضروا معاهم لا فين نعيطوا، ما عندنا لا فلوس لا والو. صافي فاش مشيت قلت لي هي هذيك ركبنا في الطوموبيل قالنا بغيتوا الماء، قلت لي ما بغيت والو، بغيت غنمشي نعيط لماما. حيدوهم لينا، لا ما حيدوشنا في الاول. لقيت واحد الدريري جا هو وجات واحد الدريه مغربيه. فاش مشينا للدار عاد عرفنا صاحبته المغربيه اللي كاينه معاه في الدار. صافي بقات كتصبر فيا وهذيك قلت لها لا انا ما صحابنيش غادي نطيحوا في داك الموقف وهبطوا ناس ماكين يعني بحال الحبس. صافي عطاتنا شربنا الماء وقلت لها عافاك بغيت نهضر مع بنتي في الواتساب. هضرت مع بنتي قلت لها راه حنا وصلنا وهادي، قلت لها في العشيه نشري الكارطه ونعيط لكم. صافي مشينا دخلنا بحال القصر، دخلنا مع الباب الجرده داكشي زوين ما نعاودش لك. دخلنا لتحت كاينه مرتو وكاين بيت ديال صاحبته هذه اللي جات هزاتنا من المطار. جلسنا في الارض، جاب لنا اللبن جاب لنا الروز. مرتو سعوديه، والد معاه شي 3 الاولاد، 2 مزوجين وواحد معاه ما مزوج. المهم كيقول لها هذه اللي كتسير ليا البنات. عرفنا صاحبته فاش طلعنا عاودوا لنا الدريات، قالنا المهم كيوصينا وعلى ما نهضروش قدامها ومن. صافي هذيك شويه قال لي هذه مرتي وراني ولادو لتحت ويقول لنا تغداو. المهم تفاجينا شويه، كلينا الروز شربنا الماء. صافي وقلنا طلعوا الفوق. بريميان كاين ولدو مجوج والد، دوزيام ولدو مجوج والد، تروازيام كاينه مرتو سعوديه وصاحبته عاوتاني مغربيه. طلعنا للدار عاوتاني طلعنا الكاتريام كيحل لنا الباب ديال المهم البيبان كلهم حديد والكاميرات. كيطلعنا للفوق الباب ديال السطح، باب ديال الحديد، كتحلي باب ديال السطح وكتدخلي للسطح عاوتاني حتى من باب ديال الطواليت ديال الحديد. كيحل لنا البيت كنلقاو فيه 17 وحده مغربيات. كاين اللي وحده جالسه كتصبغ، وحده جالسه كتكمي، وحده كتمشط، وحده كتعوم، وحده كتحك رجلها. داكشي الدعاره، داكشي اللي كتشوفي في الافلام كاين بصح. قلنا ليه فين غنرتاحوا، ويقولنا هنايا. دوك الشوانط اللي كنا شادين يعني بحال الافلام طلقناهم صدمنا. قلت ليه هنا فين غنعسوا، حيت هنا فاش كنا هنا قال لي غتكريتي شقه. هو اللي كاين تما، هو اللي جا عندنا المطار خرجنا، هو الكفيل ديالنا نفس الراجل. هي هذيك تصدمت، قلت لي انا ما درتيش معايا هادشي وانايا هادي. قال لي لا غتبقاي مع البنات تلقى لك خدمه. قلت لي انا شوف انا ما جايش نبرك ولا جاي نجمع ولا جاي هنا، انا جايه باش نخدم. انا خل عندي مسؤوليه وخليت مسؤوليه ورايا، جايه انا باغا نخدم ومن اليوم ما تقولش لي حتى الغدا ولا هادي. ويقول لي المهم الا بغيتي تبداي الخدمه غتمشي معايا اليوم، غتمشي معايا للمكتب نعاود لك التحاليل وندير لك الاقامه. قلت لي علاش دير لي الاقامه؟ قال لي المهم اقامه خاصك ديرها عامين. قلت لي ما كايناش اقامه عامين وما باغاش انا اقامه اصلا، انا جايه بفيزا 90 يوم. انا ما نقدرش نبعد على ولادي ولا على ماما ولا على بلادي اكثر من كاع الا كثرت حتى رمضان، وانا اصلا جايه بفيزا فيها 90 يوم. قال لي لا ما كاينش هادشي، ما كاين ولا اصلا بغيتي تخدمي خاص تكون عندك الاقامه. قلت لي حنا ما درتيش معنا هادشي. المهم بدا كيشد معنا الهضره. قال لنا بحال هكا، قلنا غتبرك وتثبتوا ولا غتشوفوا الوجه الاخر. المهم بردنا السوق. قلت لي المهم دابا انا بغيت ناخذ شريحه باش نعيط لدارنا. قال لي حتى العشيه. خرجت بعدا استفدنا، خرجني انا وياه في العشيه. قال لينا باش تاخذوا شريحه لاكارت ماشي بحالنا حنا كنمشيو ناخذهم عند الحانوت، خاصك تعطي الباسبور ديالك وكتبصمي وكتدخلي في واحد الماكينه. المهم تسخسيخ ما عرفناش علاش، واش كيتصنطوا عليك ولا الله اعلم. المهم صافي خديت النمره وانا نبدا نهضر مع الدريات تما كاين والدراري اللي كنعرف. بقيت كنعيط يعني كناخذ معلومات كلشي. كيقول لي تقدري تهربي، تقدري تمشي للسفاره. كنقول لهم الباب ديال البيبان مسدودين وحتى من الضو تقريبا نديروا في الباب التحتاني. ما يمكنش، فين غتهربي وفين غتمشيو؟ اصلا الباسبورات ولا كارطو كلشي عنده، كلشي خداه لينا. ما عارفاش يعني انا صافي ما قلتش غادي يوصلنا كاع حتى لذاك الحد.
قلنا مني غناخذوا ديك لاكارت غيكون اتصال غيكون. المهم هضرت مع الدريات في المغرب، عطاوني النوامر ديال الدريات في السعوديه ديال واحد خدام في شرطه الاداب. عيطت لواحد السيده عيطت للبوليس في جده، قال لها شوفي كيفاش هي مشات. بديت كنعاود للبوليس قال لي شوفي ما عندكمش كيفاش ديري. المهم هو بعدا كاين فاش هضر معانا ويقول لي، قلت لي انا شوف انا مابقيتش باغا نخدم باغا نرجع في حالاتي. ويقول لي انت اللي باغا ترجعي في حالاتك راه انت مسينيه على ورقه، الا ما عجبكش الحال تعطي 5 المليون 25 الف سعودي، ومسينيه على راسك غتبقاي هنا عامين. قلت لي انا ما سينيت على حتى ورقه. قال لي سينيتي على وفي السفاره. انا ما سينيت على حتى ورقه. قال لي لا سينيتي على ورقه. صافي هي هذيك فاش رطبنا ومشينا معاه باش شرينا الشريحه وداك الشيء. فاش كنهضر مع شي واحد كنعرفو تما كاين في السعوديه وسعودي ولا مغربي كيسول الناس كيقولوا ليه هي غدا قانوني، هي قال لها سينيتي على ورقه. وجبت لي الورقه شفت السينياتور ديالي بانني انا مسيني على 5 المليون ومسيني راسي على. هضرنا معاهم كاين اللي عجبهم الحال كاين اللي ما عجبهمش الحال، واللي ما كتاكلش وكدير الاضراب وهذه كدير المكتب الترحيل اللي فيه دابا صاحبتي، واللي كتسايس معاه وكتصبر وكتشوف كيفاش دير وكتمشي على داكشي اللي بغا هوايا كيخرجها كيديها كيخرجها كتفسد. ومثلا كيعطى مثلا انا ما عارفاش كيعطى 1000 درهم هو كياخذ على ظهره مليون، وسط ديال دعاره وديال خدامه وديال كلشي. واحد الدريه كنت فاش يلاه وصلت تما داها عند شي واحد وكانت مقابله ليه ولدو شويه مخلخل في عقله مقابله، وفاش كينعس الدري وداكشي كيقول لها جيبي مختك واجي نعسي حدايا. وكتعيط ليه كتقول ليه لا انا ما نبقاش مع داك السيد. كيقول لها غير صبري وغيتهلا فيك وما يتخصك حتى خير. بدات كتبكي حتى هي ودارت الاضراب على الماكله وعلى كل شيء وبزت باش رجع للمكتب. ما جاباش عنده للدار كيبيع وكيشري فيهم. كيبيع كيدو الدعاره لا قال لك هنا صالون كيديك عامله منزليه ما كيديكش على داكشي اللي كيقول لك هنايا. وكيبيع وكيشري في المغربيات كيف ما بغى. واللي معاونه هي حيت عارفه كلشي من هنايا وما كتقولش لك الصراحه، كتقول لك داكشي اللي كيقول لها هو ولا اللي قال لها راسها حيت هي كتخلص. هي هي اللي كتخدم معاه السمساره ديالو وكتاخذ نيت فلوس صحاح. وتا فاش كنت غاده كانت كتقول لي شوفي مدي معاك الحوايج هنا لا تجينات لا والو كلشي غيشريه لك تما، والحوايج اللي عندك هنا خليهم ليا هنا راه عندي بناتي نعطيهم لبناتي وداكشي انت راه تما ما غيتخصك حتى خير. انا دار شي حركات ومنين دفعتو داكشي ما بغى يخرجنا ما بغيش نخرج ليه وبست لي رجلي وكنطلب فيه. قال لي شوفي جوج كلمات نقول لهم لك غتعطيني 5 المليون راه غادي نصيفطك لبلادك وما كاينه لا خدمه لا والو، ما غتعطينيش الفلوس راه غتبقاي هنايا وغنديك المكتب الترحيل الجوع والنوع والقهره والبرد وغتبقاي تما كاين حتى هما يعيو منك ويصيفطوا في الرياض. هي عاجبه الحال كتسافر معاه بعدا نهار كنت جايه انا كانت معايا مسافره هي وياه كانوا في مكه. عيطت لواحد السيد قال لي شوف غنصيفط لك طاكسي حدا الباب واش تقدري تخرجي. قلت له نقدر نخرج ولكن خاص حتى ما يكون حتى واحد لتحت حيت كيكونوا بزاف جالسين لتحت كيديروا واحد المجلس لتحت حدا الباب وكيبركوا. المهم قلت ليه فاش يكونوا هما ما يكونوش باركين لتحت انا غنحاول كيفاش ندير نخرج. قال لي المهم الا قدرتي ديري كيفاش غنجيب نصيفط لك طاكسي حتى لحدا الباب ولا غيديك للسفاره. قال لي حيت انت ما كتعرفيش وهذا نجيب لك طاكسي حتى لحدا الباب. قال لي غير ما تخويش بيا ماشي تيجي الطاكسي وما تقدريش تخرجي. داوها للترحيل حيتاش انا دوزت لي الناس وهضروا معاه وقالوا لي غير صبر علينا حنا غنعطوك الفلوس وغادي وصيفط لينا الدريه حيتاش تعطات 3 المليون من السعوديه و2 المليون تصيفطات من المغرب. ايوا عندي الوراق لا ما عطانيش باسبوري حتى شد الفلوس في يدي. تصيفطات لي 3 المليون بلا ربع و2 المليون بالخميس من المغرب وقلت ليه الفلوس ما كيتصيفطوش من المغرب السعوديه. قال لي عندي حساب في المغرب وعطاني حسابه وعطيته للدري والدري صيفط لي 2 المليون والطياره قطعتها عاوتاني انا ب 100 الف ريال. ما بغاش كان باغي يدير معاه شي حوايج ما بغاش ديرهم معاه وداه لمكتب الترحيل. قال لها غنخدمك ما خدمهاش كيتفلى على اليوم غدا الجوع والنوع والقهره والبرد ومريضه ما كيجيبش لهم الدواء ما كيشارجيش ليهم كيحيدوا لهم التليفون بعض المرات هذيك اللي مقابلاهم كتضربهم كتعطيهم العصا. صيفطوا لي الفيديو كل 4 البنات في بيت. كنوجه نداء للسفاره المغربيه باش تعاون الدريات اللي كاينين تما كاين في السعوديه معذبين ومكرفسين ومحنين بزاف وعندهم وليداتهم هنايا ومكرفسين بزاف. مكتب الترحيل ديال الرياض مكرفسين بزاف ومعذبين والجوع والنوع والعصا. كاينه وحده عراقيه تما كاين هي اللي مكلفه بهم كتعطيهم العصا ومكرفسه عليهم بزاف. وكنتمنى من السفاره المغربيه توقف معاهم وتعاونهم ويرجعوا لبلادهم. اللي ما بغاوش يديروا الدعاره وباغيين يخدموا ما باغيش يخرجوهم يخدموا الحلال باغيين يخرجوهم يديروا الدعاره. كنوجه واحد النداء لاي دريه بغات تمشي للخليج ما تمشيش للخليج
شتي الخبز واتاي تاكلوا في المغرب وتخدم حاجتكم في اي حاجه في الزبل تخدم فيه، تشطب الزنقه وما تمشيش للخارج، وبالاخص السعوديه بزاف. انا بعدا كي منين مشيت ما كناكل ما كنشرب، عميت من عينيا، وليت كنشوف غير الضبابه بزاف لواحد الدرجه ما تصوريش، لانه كيدوز كيبدا يحط يدك عليه في شي بلايص ما نقولش لك. ديجا كان خدام في العسكر في السعوديه، دابا ما خدام ما والو، كيبيع وكيشري في الدريات شي 50 بحال هكاك. انا حيت فاش جيت هنايا مش تسلفت ديك 2 المليون اللي خديت اللي عطاني الدري، حيت الدري غدار معايا خير، تسلفتها من هنا من البنكه، رجعتها للسيد، ودابا انا باقا واحله في الكريدي باش نرجع فلوسها،